لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب، انتوا كل حبايبكم. راجعين بنكمل تنظيفات عيد الاضحى ان شاء الله على خير. عملنا 2 فيديو مع بعض. شلنا الفرش وعملنا الشبابيك وصبنا الحيطان وعملنا السجاجيد وعملنا الدولاب وعملنا حاجات كتير قوي. بنكمل النهاردة بقى التلاجة والجزامة والنيش وغسيل كده بعض الحاجات في الشقة. قبل ما نبدأ بقى، لو انتي أول مرة بتشوفيني حابة أعرفك إن أنا أختك شيماء، واشتراكك معايا طبعا يشرفني. ما تنسوش بقى يا بنات لايك كده للفيديو جميل، ومستنية تعليقاتكم الجميلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى التلاجة. بصوا متبهدلة جدا. عندي الرف اللي فوق كده اللي هو الحافظة دي كان مدلوق فيها توابل. وبصوا بقى الأدراج المنظمات اللي أنا حطاها دي متبهدلة جدا. فده بقى يلا وقتها وناخدها كده من ضمن التنظيفات. النهارده بقى هنضفها كده تنظيف، عارفين، غسلة كده حلوة. مش هعملها مكانها، يعني انا احيانا كده بعملها وهي مكانها. بفصل الفيشة، اهم حاجة افصلي الفيشة وبغسلها كده يعني في مكانها، ما بخلعش حاجة. بس بقى متبهدلة، حبيت اوريكم كده طريقة الخلع اللي ما بيعرفش يخلع الرفوف دي. سهلة جدا يا بنات، بترفعيها كده من الناحية دي ومن الناحية دي. لو لقيتيها معصلجة بصوا، يعني في حاجات بتبقى ماسكة شوية، اخبطيها كده من تحت هتلاقيها فكت معاكي. وسهل قوي يعني. عشان النهارده بقى ان شاء الله هنغسلها كده وننضفها. انا عندي الحمد لله الفريزر بتاعها نضيف، كنت لسه عاملاه من فتره. فشوفي بقى انتي مثلا لو الفريزر كمان يعني متدهول فضيه. انا فضيت اهي التلاجة كلها، وهبدأ كده يعني اخلعها حاجه حاجه، مش هسيب اي حاجه فيها. كله كده بصوا بيتخلع. الحافظه دي سهله قوي، بتسحبيها كده لبره كلها بتتخلع معاكي. اهم حاجه الحاجات اللي انت تخلعيها تحطيها في اماكن راسيه كده، علشان يعني لا قدر الله مفيش حاجه تقع منك وتتكسر، بالذات لو ازاز زي بتاعتي كده. هستخدم النهارده هو ميه وصابون، وحطيت شويه من الكلوريل ده. جميل بقى يا بنات، عجبني قوي بجد. يعني استخدمته معاكم كمان الفيديو اللي فات لما عملنا بيه الحيطان وعملت بيه الشبابيك، بجد حلو قوي. عجبني ريحة النظافة بتاعته جميلة. وعارفين بيتسهل معاكي كده لو في بقعة ولا في، يعني عارفين، حاجة متبهدلة. بيسهل كده معاكي وسهل قوي. بيعمل كمان رغوة كده جميلة، ليه رغوة كده وليه ريحة، يعني حلو جدا. طبعا كمان منتج مصري وسعره رخيص. فبجد جميل. هبدأ بقى بصوا رف رف كده اغسل الحاجة كويس جدا. كمان ميزته ان هو بيعقم معاكي، يعني بيعقم الحاجة، مش بس ريحة حلوة، يعني هيطهر لك كده الغسالة ويعقمها لك، وقصدي التلاجة، وهتبقى نظيفة جدا معاكي. طيب فرضا مش عندك او مش عايزة تستخدميه، حطي كده شوية خل آم، مع الصابون. لاني احيانا التلاجة عارفين طبعا فيها اكل وفواكه وحاجات كتير، ممكن تكون كده حاجة كرفت فتعمل ريحة شوية. فدي ميزتها بقى ان بتمنع اي روايح في التلاجة، يعني وانتي بتغسليها بتنظف، تشيل اي ريحة، تموت بكتيريا، تطهر الحاجة. فحلو جدا. زي ما انتم ما شايفين كده بقى معايا، حاجة حاجة كده بمسكها ادعكها كويس قوي بالسبونشة بتاعتي. السبونشة دي مش يعني مش جامدة قوي على التلاجة. واحلى حاجة ما تستخدميش بقى في التلاجة سلك او حاجات زي كده، عشان ما تجرحلكيش عارفين جسم التلاجة نفسه. يعني انا الازاز كنت احيانا زمان بستخدم فيه، عارفين اللي هو السلك الناعم ده، مش الناعم، اللي هو السلك الستانلس ده. عارفين، سايب لي كده شوية يعني خربشة بسيطة كده عليها. فاستخدمي حاجات طرية كده وناعمة، وهي تنضف معاكي بسرعة ان شاء الله. دي بقى عارفين القاعدة بتاعت التلاجة من تحت اللي هي بتبقى راسية كده من تحت، خلعتها كمان. وغسلت اهي المنظمات اللي انا بحط فيها الخضار. عايزة اقول لكم بقى المنظمات في التلاجة بجد يا بنات مش دلعة خالص. دي يعني
نظام جامد جدًا، يعني أنا زمان ما كنتش باستخدم أي منظمات على فكرة، كنت باحس إن يعني ده إيه دلع عارفين دلع كده، لكن لأ فعلًا لمّا بتستخدميها تحسي قد هي فعلًا اسم على مسمى، اسم على مسمى يا بنات، يعني هي منظمات بتنظم كل حاجة، سواء بقى على فكرة في التلاجة، في المطبخ، منظمات في التويلت، أي حاجة بتنظم لِك الحاجة كده وبتبقي شايفاها وواضحة قدامِك ومش بتكركبي كتير. كل بقى الحاجات كده باغسلها كويس جدًا، واتأكدي من الشطف، اشطفي الحاجة مرة و2 و3 علشان لو حطيتِ بقى طبعًا خضار والّا فاكهة والّا أي حاجة ملامسة كده لسطح التلاجة نفسه، ما يبقاش عليه صابون أو كلور أو فاهمين؟ ولا أي حاجة من الحاجات دي، فاهتمي بالشطف جامد، غسلت الحاجة كويس جدًا كده من جوه ومن برّه ومن تحت وبُصّوا عايزة أقول لكم بقى الرغاوي والنضافة وريحة النضافة كده دي بُصّوا عارفين غسلاني كده من جوّه، جِبت بقى حتّة كده ورُحت حاطة كل الحاجات اللي أنا غسلتها دي علشان جسم الحاجات تنزّل المَيّة كويس وتتصفّى حلو، ما يبقاش فيها أي مَيّة، أهم حاجة بأكد تاني اوعي تغسلي التلاجة وتكوني حاطة الفيشة، لازم تفصلي الفيشة عشان لا قدّر الله ما تتكهربيش ولا يحصل أي حاجة وِحشة. غسلت بقى التلاجة حلو كده جدًا من جوّه، وكان معايا 2 فوطة، أول فوطة كده مندية مبلولة بتشيل كل الصابون والحاجات دي، وبارجع أعملها تاني أحطها في المَيّة أشطفها وأعمل كمان مسحة، ومعايا بقى فوطة في الآخر نضيفة هي دي اللي بتنشف معايا. بعد بقى ما نشّفنا وخلاص تمام كده، بدأت أركّب بقى الرفوف بتاعتي بعد ما كانت اتصفّت كويس، وبرضه بالفوطة كده عِدت عليها مسحة عشان ما يبقاش فيها أي حاجة مَيّة، وطريقة التركيب زي ما أنتم ما شايفين كده في منتهى السهولة. وكمان ركّبت أهو الأرفف بتاعتي، والحافظة برضه سهلة أوي. بتسحبيها كده في المجرى بتاعتها وتحطيها. الباب ده بُصّوا كان مكسور عندي يا بنات، كانت البنات مرّة بتلعب عندي في التلاجة كسروه، فكنت راكناه كده بقى لي كتير أوي، فكان عندي نوع أمير كده كويس كده يعني بيلزق حلو، رُحت جايباه ولازقة بيه الاتنين في بعض وركبتهم. هو سايب أثر في النُص كده لو تاخدوا بالكم، بُصّوا سايب أثر، بس برضه يعني أنا بقيت مرتاحة إن هي اتقفلت. لإني أنا أصلًا باحُط كمان في الحافظة دي التوابل بتاعتي، يعني عاملاها للتوابل، كل التوابل باحطها فيها بدل ما تبقى متنطورة كده تحت، بالذات إن إحنا في صيف وكده ما باحبش أحط صراحة التوابل في المطبخ. جِبت بقى المفارش بتاعتي كنت غاسلاها طبعًا ومنضفاها، حبيت أحطها، دي ميزتها يا بنات إن هي مش بتلزق ولا أي حاجة خالص. كمان المفرش ده حطيت من فوق وشِلت المنظمات دي وحطيت تحتها كمان مفرش، قُلت علشان تبقى التلاجة إيه كلّها كده نضيفة، علشان كمان لو وقع حاجة يُقع كده على المفرش تبقى سهلة الغسيل. المنظمات الصغيرة دي بُصّوا أنا حاطة فيها التوابل، كل علبة أنا عارفة أنا حاطة فيها إيه، في حاجات أطعمة مثلًا الفشار، في حاجات بهارات الفراخ، في حاجات كده يعني أنا منظماهم. كمان المنظمات دي حلوة ما بتاخدش مكان، بتتركب كده لو أنتم عايزين تركبوها في الرف نفسه أو تحطيها جوه التلاجة عادي. المنظمات بقى دي اللي أنتم شايفينها بُصّوا حاجات بلاستيكات علب عادية خالص كانت عندي، دي حاطة فيها الأدوية، الناحية التانية حاطة فيها بقوليات، اللي بيد دي أنا حاطة فيها بتاعة الحلويات بقى الكريم شانتيه واللبن البودر والحاجات دي، فكل حاجة أنا عارفة أنا حاطة فيها إيه، ففعلًا بتنظم جدًا. رصيت بقى الصوصات بتاعتي والبقسماط اللي إحنا كنا عاملينه مع بعض، وشوية كده الحاجات اللي كانت عندي، أنا أصلًا التلاجة عندي ما كانتش مليانة، كانت يعني فاضية والخضار فيها كان قليل جدًا، فعشان كده انتهزت فرصة وقُلت إيه أنضفها بالمرة. شايفين بقى النضافة والجمال وريحة النضافة كده، بُصّوا يعني طالعة من التلاجة. فعلًا النضافة من الإيمان والله، يعني إحساس تحفة، زي ما كنا متفقين الفيديوهات اللي فاتت إحنا بنعمل على مهلنا علشان إن شاء الله نبقى كده رايقين في الصيام، وما نبقاش كمان نيجي على نفسنا ونعمل الحاجة على مهلنا، كل يوم كده خدي حاجة هتلاقي نفسِك خلّصتِ ولسه في وقت.
تعالوا بقى ندخل على المنظر الجميل ده. جزامة بصوا يعني حالتها صعبة خالص. هابدأ كده أنزّل بقى كل الشوزات اللي فيها دي، وطبعًا هامسحها بقى من التراب دوّة وننفّضها كده، وكمان هنعطّرها مع بعض ونبدأ نرُص الحاجة على نضافة. أنتِ عارفة إيه اللي متدهول عندِك في بيتِك، وزي ما قُلت لكم قبل كده ابدئي من جوّه لبرّه، الأدراج، الدواليب، الجزامة، الشبابيك، عارفين الحاجات اللي بتبقى متقفّلة دي لازم تبقى متقفّلة على نضافة. أنا فعلًا سِبت الشقة بتاعتي فترة كده، أمّا كنت فترة الامتحانات بتاعة البنات وقبلها كمان، فعلًا كانت كل حاجة اتدهولت، فكمان مش بس تنضيفة عيد، الشقة عندي كانت محتاجة تتعمل. يعني أصلًا إن أنا بعد ما خلّصنا الامتحانات كنت ناوية إن أنا بقى خلاص عايزة أعمل الشقة، فإحنا بقى خلاص كمان فدخلت عيد، فعارفين اللي هو عصفورين بحجر يعني. فزي ما أنتم شايفين كده نزّلت كل التراب وجِبت فوطة مندية برضه، مسحت بقى كل كده الجزامة من جوّه، وبعدين رُحت رشّة كده من ملمّع الأخشاب اللي أنا كنت مورياه لكم قبل كده برضه في الفيديو لمّا عملنا فوق الدولاب والدولاب نفسه، ورُحت منضفة الخشب حلو أوي. ده بقى معطر يا بنات بيبقى حلو جدًا، تقدري تحطي بقى أي حاجة، عارفين لو حتة مسك صغيرة، لو عندِك بخور كده، في بخور بيبقى عامل ريحة كده لوحده من غير ما تشغّليه طبعًا، حطيه. أنا حطيت المعطر ده، وكنت حاطة منه كمان في الدولاب معاكم بيعمل ريحة جميلة، كل ما بتفتحي بتلاقي ريحة. أنا جايباه بالتفاح الأخضر فريحته جميلة. عملت لي بقى كوباية نسكافيه وقعدت، لأ هو بريك يعني إحنا اتعودنا بس على اسم نسكافيه يعني. عملت لي بقى كوباية وقعدت إني كنت بصراحة صدّعت. التلاجة بالذات بصراحة بتاخد وقت كبير، التلاجة يعني أنتم عارفين، بالذات لمّا بنعمل العملة اللي هي بنفكها دي كلّها مش بتغسليها في مكانها. لمّيت بقى كل الورد بتاعي وحطيته هنا، طبعًا أنا مش مشغّلة الغسالة يا بنات، أنا بس باستخدمها كنقع، يعني بانقع فيها عشان طبعًا أنتم عارفين غسالتي بايظة وباستخدم الغسالة دي دلوقتي. فتحت النيش قُلت بقى كمان إيه أمسحه كده وأنضّفه، بس بصراحة لقيته نضيف. يعني لقيت الرفوف بتاعتي نضيفة. آآ بُصّوا قعدت أعمل كده حتى أشوف لو في أي حاجة فيها تراب، الحمد لله لقيته نضيف خالص. فخلاص بقى هي يعني إيه مش بعزقة صحة يعني. لمّا لقيته نضيف قُلت خلاص مش هاعمل فيه حاجة، بس برضه بفوطة كده رُحت عايدة على كل المفارش اللي تحت دي والحاجات الخشب اللي باين، الحاجات اللي باينة بين الإزاز كده، وما عملتش فيه حاجة بصراحة لإنه نضيف. لمّعت بس الإزاز من برّه ومن جوّه ولمّعت الخشب كده ولمّعته. حبيت كمان أوريكم كده الرصة اللي أنا رصاها، هي رصة بسيطة يعني ما فيهاش فزلكة، بس أنا باحبها بصراحة، يعني أنا باحب الرصة دي يا بنات ومرتاحة فيها. النيش بتاعي طبعًا دي حاجتي بُصّوا من ساعة ما اتجوزت ولا جددت حاجة ولا استخدمت حاجة فيه زيادة يعني. النيش بتاعي طبعًا دهبي، ف آمم معظم الحاجات اللي فيه جولد يعني دهبي زي كده، حتى الطقم الصيني الكاسات معظمها زي كده. فخدي بالِك من الحتة دي، لو أنتِ النيش بتاعِك أبيض أو فضي فحاولي تستخدمي الحاجات اللي هي الكريستال الهادية، ما يبقاش الحاجات اللي هي زحمة الألوان دي. كل اللي عملته بس إن أنا عارفين قلبت طقم الخُشاف ده، اديته بس شكل وسِبت الحاجة زي ما هي. ودلوقتي بقى رُحت كمان الورد بتاعي غسلته كويس أوي واتنقع ونزّل كل التراب وشطفته، ورُحت جايبة المشّايتين دول كده بتوع البلكونة بالمرّة ورُحت كمان غاسلاهم. والنهارده كان ده حاجتي وده اللي عملته. يا رب يكون النهارده الفيديو كده كان خفيف ومشجّع وخدتوا منه كده يعني تشجيع عشان تقوموا تشوفوا اللي وراكم أنتم كمان. ما تنسيش بقى لايك كده الجميل بتاعك للفيديو وكومنت جميل، وكل سنة وأنتم طيبين. يا رب كده تخلّصوا حاجاتكم كلّها ويبقى عيد سعيد علينا يا رب كده وعلى الأمة الإسلامية كلّها، وينصر إخواتنا يا رب بالنصر القريب العاجل. باي باي.